ماشي ماشي. هاخد بقى كنا فاضيين حل بيها وهبقى اجيب تاني بكره. يلا سلام عليكم. ده مسؤول؟ ده مسؤول يا منى؟ انا اتصدمت. ده هيموتني ياما. ولا يا احمد وما فيش حاجه ليه ولا في التلفزيون تسلينا ولا؟ ما تشوف يا ماما التلفزيون هاتي اي حاجه على النت. ما لازم فيش. تتفرجي على الطبق. طب خد هات لي النت انت. هات لي ما مش المسلسل. قايل لك قبل كده بتجيبيه ازاي؟ ما اعرفش يا ابني وانا عقلي دفتر يا احمد. خدي اهو المسلسلات كلها وانت نقي بقى اختاري. ماشي. ادوس على ده يعني؟ على اي واحد اختاري بس انت المسلسل. ما خلاص انا هختار البت دي. اسمها ايه دي؟ يا ابني لا مش اتفقنا ننزلوا الساعه 7 يا ابني؟ وانت ما عندكش شغل النهارده ولا ايه؟ لا واخد اجازه. اجازه ايه يا ابني اللي انت واخدها؟ خارج مع صحابي. هو كل يوم خروج مع اصحابك يا احمد؟ فين هو كل يوم؟ هو من 3 ايام خرجنا. طيب ماشي، ما هو كل 3 ايام، ما انت برضو دي مصاريف يا ابني. مش مهم. وتلاقيهم والله العظيم ما حد بيصرف منهم حاجه وبيسيبوك انت تشيل الليله كلها. انت بتقعدي معانا ولا ايه؟ ما ايوه انا عارفه يا ابني انت مش بخيل، وتلاقيك انت لا خلي عنك يا مش عارف ايه خلي ايه وانت اللي بتصرف. يا ابني ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ونعم ايه بالله. ده شويه يا ابني. حاضر. المهم فين ال 2000 جنيه اللي كنت سايبهم معاك يوم ما قبضت؟ 2000 جنيه ايه يا احمد؟ طيب ايه؟ عايزهم انا نازل خارج وفي 400 جنيه مستني المندوب يجي. شكله ايه؟ هاتي ال 400 جنيه عبال ما افتح له. ايه ده؟ يلا بس. ما تاخد من فلوسك. ايوه شكرا. ثواني اجيب لك الفلوس. ثواني. يلا ماما. ايه ده؟ كنافه. كنافه؟ كل دي علبه تعمل يلا بيها يا ايه؟ الله يبارك لك. خد يا اخوي 400 جنيه اهو. شكرا. ده الولا مضيع كل فلوسه على الاكل والشرب. شكرا لحضرتك. ايه ده؟ ايه اللي انت طالبه ده؟ دي كنافه. كل دي علب كنافه يا ابني، تاكلهم مع مين انت ده؟ واحده نابلسيه، واحده بال دي الشوكولاته اهي، وواحده بالكندر. كنده مين دي؟ كندر يا ماما دي جميله. شوكولاته. وانت يا ابني بس مش غلط عليك كل الحلويات دي؟ لا مش غلط. لا غلط. واحده بعد فطار، واحده بعد سحور، واحده بعد الفطار الجاي. مشي الدنيا كده. انا كنت سايب معاكي 2000، خدت 400، عايز 1600 جنيه. يلا بس عشان ساعه ونازل. ما فيش فلوس انا. انت ما عندكش شغل النهارده؟ لا ماما بقول لك اجازه من الصبح. وبعدين رايح فين يعني؟ هروح اعزم صحابي على الفطار بره، بعد كده خارجين بقى. يعني انت عازم صحابك بالفلوس يا احمد؟ طبعا غير القبض اللي انت قبضه امبارح كان قبضك، وانت اللي هتروح تعزمهم. ايه المشكله؟ وهو ما حدش فيهم بيدفع، انت اللي بتشيل الليله لا كلها. ساعات بيدفع. لا ما حدش انا لا، عارفاهم صحابك ساعات بيدفع. باردين. يا ابني خلي بالك من فلوسك يا ابني. يا ابني في ناس تانية تستحق يا حبيبي. اسطوانه بقى. مش اسطوانه. في ناس تانية يا ابني تستحق، ناس غلابه. اعمل اطعام ادي الغلابه، مش تروح تعزم لاصحابك وتتفشخر قدام صحابك ان انت صريف بقى. يا ابني رمضان عملوا لي التوفير وعملوا لي الصدقات والزكاه والاطعام الناس الغلابه عشان نحسوا قوم شوف مين. انا كل شويه انا شغلتي افتح الباب. ايه ده؟ ده انت فظيع. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرات اخوك الحمد دي؟ لله. ازيك يا ماما؟ ازيك يا من؟ مالك؟ ماليش يا بنتي، معصبني خالص. عملت ايه؟ بصي يا منى رايح طالب كنافه قد ايه؟ يجي ب 400 جنيه. انا كده كده يا بنتي السكر ما اكلش انا الحاجات دي. وخايفه عليه عشان صحته فيها علبه عليك يا وعشان فلوسه. ما دي النهارده وبكره. هتاخد تنفع النهارده وبكره؟ النهارده بألف هنا. غير ما النهارده عازم صحابه على الفطار. عازمهم على ايه يا احمد؟ طب ما تجيبهم هنا يا بابا يتعزم. ما هي هي ايه بابا؟ هي نفس الحاجه. بدل ما اجيب الحاجه جاهزه من بره واجيبها هنا، ما نطلع بره على طول. انت قاعد لوحدك يا احمد، ما فيش حد معاك. ما احنا كده اتجوزت ونور اتجوز، ما فيش غير انت ومامتك. ما انا عارف. وانا حضر انا وهي الفطار. بس كده تفطر ايه يا بابا؟ ايوه بس كده برضه بعد الفطار نازلين نخرج. بس اكل بره غالي يا احمد، تكلفه عليك يا بابا. انت غالي يا بنتي. بتشتغل باليمين تقبضوا باليمين تصرفوا بالشمال. يا منى كان شايل معايا 2000 جنيه، خد 400 لدي ومعاه معايا دلوقتي 1600، غير هو قبضه كان امبارح ميعاده. ده على ده يروح يصرفهم على اصحابه، ينفع؟ تاكل ايه يا احمد بقى؟ ناكله محاشي. عارفه الصينيه كده بتتجاب من مطاعم مشويات يا كبيرة. لهوي. بقى فيها بقى كرومب وكوسه وورق عنب. الصينيه دي بكام يا احمد؟ دي هتعمل لها 3000 جنيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لوحدها؟ اه بجد والله؟ 3000؟
ايوه مش مشاوي وعصبان وحمام وحاجات من دي بجد والله. ومندي. والله طب يبقى ليه هاتي بقى ال كده؟ 1600 وهسحب فلوس طب كمان. ليه كده؟ بجد ليه هو اللي أنت شايف إن افترى؟ عادي؟ عادي من حرام يا احمد. ايه المشكله؟ يا منى دلوقتي يا بنتي بقول له بدل ما تروح تصرف على اصحابك والفشخره الكدابه، في ناس محتاجه، ناس غلابه يا بنتي. صح يا ماما. اعمل اطعام، طلع للناس اللي مش لاقيه، صح ولا لا؟ اطلع طبعا. زكاه. رمضان يا بنتي جعلوه للعباده والصلاه والصوم، مش للاكل والشرب. صح يا ماما عندك حق. احنا ساعه الفطار نقول له ده احنا قبل الفطار هناكله ونشربه، هي حبه ناكل. الميه وخلاص مش قادرين ناكل. صح. بقول له وفر على نفسك كل ده وطلع حاجه لله. انتبه شويه لكلام ماما، سيب التليفون وهقول لك على فكره انا كويسة. مستني مكالمه. لا هي دي خصلته، اوعى لي استني كده. بس، استني اوعى لي لما ابقى اكلمه ماسك لي التليفون يا منى، عيب. اسمع الكلام، عندي فكره كويسه. انت معاك كام صحابك؟ كام واحد؟ انا الربع بتاعه. انت الربع بتاعهم. حاول ان انت ما تجيبش الصينيه الكبيره دي، حاول تجيب حاجه صغيره وتقسموا انتوا الاربعه في الفطار. انما واحد يشيل فطار 4 تنفار وب 3000 جنيه ده انا طلعت الكلمه مني ان انا عازمه خلاص. هي كلمه منك يعني اللي انت عازمهم؟ خلاص اقول لك على حاجه عشان ما تحرجش نفسك، هاتوا من هنا واعزموا من هنا وانا وماما هنعمل الاكل. يبقى اللي انت هتاكل منه كلنا ناكل منه. ماشي هجيب الاكل جاهز. لا اله الا الله. يبقى يا ابني ما مرات اخوك اهي تعمل لك اكلها زي الفل. خلاص هتجيبي ديك رومي ومحاشي ورز بسمتي والكلام ده رومي؟ كله. ديك رومي لمين؟ ديك لينا رومي ده احنا يعمل عيله. ما احنا بناكل. لا بيعمل احنا بناكل. احنا لما بنطلع بره بناكل يعني اكل. ليه يابا؟ نفسك يا بابا، حرام اللي انت فيه ده. هو عازم ديناصورات يما؟ مش عارف انت عملتي موضوع يا ماما بصراحه. موضوع ايه اللي انا عملته؟ عملتي موضوع. اتقي الله وخليك كويس، كده غلط اللي انت بتعمله. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. خليك يا ابني الاسراف ده بالراحه حبيبي، حافظ على قرشك، كون نفسك واعمل حاجه لمستقبلك. واعمل حاجه لله تنفعك يا احمد. ايوه اعمل حاجه الناس تدعي تصدق يا لك. بابا، اتصدق من مرتبك لازم، بدل ما انت قاعد تعمل على الاكل والشرب والفسح. هتفيد بايه الحاجات دي كلها؟ اعمل يوم واحد في الشهر ولا مرتين والباقي قسم مرتبك. انما اللي انت فيه ده ما ينفعش. ماشي ده تالت يوم يعني مش موضوع. لا انت بنتكلموا على نفسنا. بص يا بنتي انا تعبت من الكلام، انا ضغطي بيعلى وسكري بيعلى، انا تعبت يا منى. مش يا ماما. لا باخد معاه لا حق ولا باطل زي ما انت شايفاه صح كده. وانا كمان تعبت من الكلام. هاتي بقى ال 1600 جنيه. مفيش فايده. علم في المتبلم يصبح ناسي، هو كده. بص يا بنتي اكنك بتقدني في ملطه، سيبيه هو حر. خد ال 1600 لما بس انا عن نفسي قلبي مش راضي عنك. ليه كده لا. طيب؟ هو ايه علاقه ده بده؟ لا فلوسك اللي انت عمال تضيعها على اصحابك يمين وشمال، انا زعلانه منك من ما جوايا. ده شقايه وتعب. متضايقه. مش عارف انت خسرانه ايه طيب؟ خسرانه اني حرام. انا عندي تعمل اطعام للناس الغلابه او تدي للناس اللي محتاجه، احسن ما تروح تعزمني الفيوله بتوعك دول منك. انا امك اهو، مش بخليك تصرف عليها حتى تجيب لي شريط برشام. تروح تاكل لي 3 فيوله عايزين صينيه البتاع اللي قد كده عامله 3000 غير الفسح غير المشروبات. ليه يا ابني؟ طب وانت طلبت مني وقلت لك لا؟ من غير ما اطلب. انت المفروض خدي يا ام الفلوس دي خليها معاكي. ما انا بشيل معاها اهو. نصرف والله. اهو. ايوه ده انت عطوهم لي باليمين خدتهم بالشمال يا ابني. خلاص ما تردش بقى، عيب بقى. وبطل رد على رأي مرات اخوك، عيب. اتفضل ال 1600 بتوعك اهو، ما تشيلش حاجه معايا تاني، حد الله ما بيني وما بين فلوسك بس. انا ايه؟ لا ايه ده؟ لا مش معقول. بصي 3 علب. ايه ده؟ مش كل دي يا بنتي سكريات عليه يا بنتي؟ 1 2 3. مش كل ده غلط يا بنتي سكريات عليه؟ بصي يا بنتي غلط. معلش يا ماما، خايفه على صحته. هو عيل، خديه بالمسايسه بقى، ما تقعدش تزعقي له على مش طول. نافع المسايسه ولا الكلام الحلو، بكلمه بكل الطرق يا منى. هو مخه كده. صحابه حبيبتي مصاحبينه عشان هو بيصرف عليهم. شكله صدقي كده يا ماما طبعا. ما بيصرفوش هم. كل واحد يجيلك من هنا ادفع يا احمد مش عارفه ايه، وهو عامل لك فيها. على فكره قولي يا حبيبتي. ما تدخليه جمعيه، ومنها ان انت تعرفي شويه تربطي في موضوع، تفرميه موضوع الفلوس ده. ايوه يا ماما، بدل ما هو عمال يصرف كل شويه يمين شوية. هيدبسني يا من، ممكن يدفع لك شهر وفي الاخر يقول لك انا ماليش لا دعوه. لا انا هو أروح فين؟ لا هو مسؤول وما بيحبش يقعد من غير شغل. انا نازل. ها ماشي. ماشي. هاخد بالك من فدين حد بيها وهبقى اجيب تاني بكره. يلا سلام عليكم. ده مسؤول؟ ده مسؤول يا منى؟ انا اتصدمت. ده هيموتني ياما. بعد الشر عليك. ايه ده؟ ده خد حتى الكنافه. ايه ده؟ مش طب كان حتى ساب لك علبه يا بنتي انت وعيال اخوه. انا سحبت الكلمه، مش قايله حاجه تاني.
جمعيتي بصي، ومين يجيب له الكنافه بالبسبوسه بالنوتيلا هو ده ولا بكنده دي؟ اجيب له منين كنده ده؟ لا ياما ده فظيع فظيع بجد. ربنا يهديك يا ابني، ربنا يهديك. والله مش عارفه اقول لك الصراحه، كنت هقول لك الجمعيه تدبسيه فيها على اساس ان هو يقتصد شويه وما يصرفش. بصي هنا عمل ودن من طين وودن من عجين، خد الكلام من هنا طلعه هنا، خد بعضه ومشي وخد الكنافه. دول مين العيال دي؟ صحابه معرفش يا اختي، متعرف لي عليهم جديد وعامل لك البوب بتاعهم. خلاص يا ماما بقى، ما هجيب لك شويه عناب ما تزعليش. استغفر الله العظيم يا رب. هطلع اجيب لك شويه عناب، عامله عناب ما تزعليش بقى، ربنا يهديه. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي انت فيه ده؟ كسفتني. دي لسه بتقولي يا اما دخليه جمعيه وهيبقى مسؤول، كسفتني وغزلتني. ده لما البت ما لحقتش تتكلم. انت بتعمل معايا كده وبتعاندني، وحتى ما خليتش علبه كنافه لعيال اخوك ولا مرات اخوك الغلبانه. طب انا هتصل باصحابك واقول لهم ابعدوا عن ابني يا طماعين يا استغلاليين، بس كده هطلعك وحش في وسطيهم. طالما انت بتعمل فيا كده انا زعلانه منك يا ابني، انا زعلانه منك.